السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كل رمضان وانتم طيبين، ويا رب يعودها علينا بالخير. صبر كل اللي جه عليه رمضان وحبايبه مش معاه لأي ظروف وراء سفر. مهم حطوا اللايك للفيديو هنا وتعالوا نشوف. انا اللي تعبني في الفيديو ده المونتاج، ان انا عمالة اخبي في مي عمر، اصل صورها كلها ربنا يهدينا ويهديها. هنشوف في الفيديو ده اللي بتاخد اعلى اجر، ولما بتيجي تاخد الأجر بتاعها بيبقى معاها 41 ظرف مليان فلوس، وده أجرها، وقصاده 40 ظرف فاضي. نعرف مين هي الممثلة دي وإيه السبب لل40 ظرف اللي فيهم الفلوس واللي قصادهم 40 ظرف فاضيين، وهنعرف ليه المفروض يلغوا معاهد وكليات السينما والمسرح، وهنشوف أستاذ تأليف الحوارات، ومعانا نجوم بنحبهم، نجوم ما خدوش حقهم. بالنسبة لمي عمر ما نكرش ان دورها كويس، بس هي برضو مرات مخرج والمخرج مساعدة. ممكن اي واحدة برضو كتير عندهم مواهب ويقدروا يمثلوا. عبلة كامل ما كانتش بتمثل، محجبة ومحترمة وكلنا حبيناها ولسه بنحبها. تشجيعكم للفنانين اللي بتبين جسمها، انتم مشاركين في اللي بيحصل. هي واخداها الشباب والحب في الشهرة والحب في المال، بس هيجي وقت وتندم فيه زي غيرها من اللي احنا بنشوفهم، اللي منهم نجم فؤاد دلوقتي وحلمي بكر الله يرحمه، اللي يتمنى كان يعود الأيام ولا إنه هو يشارك في أي عمل لا يرضي ربنا. فنانين كتير طالعين ينشروا ندمهم والفقر اللي ماسكهم، ومش لاقيين اللقمة ومش لاقيين المعاش، ومش عايزين يعترفوا إن ده آخر الطريق ده. أما بقى بنت أحمد زاهر، ما أقدرش أقول غير بنت أحمد زاهر، مش هقول الفنان. بسببها المفروض يلغوا معاهد وكليات السينما والمسرح عشان نعمل كلنا كده الملامح دي، ونفتح بقنا ونكرمش مناخيرنا وحواجبنا برضو نعملها 111 واحنا بنمثل، عشان الناس تقول علينا شاطرين متقمصين أشرار وكاريزما ما شاء الله. ده ايه التمثيل ده بنت بطلة، ومن حظها بقى الحلو ان في ممثلين تانيين في المسلسل شاطرين شايلين المسلسل، فالدنيا معدية معاها مع بنت أحمد زاهر. فاللي أبوها ممثل وصلت قالوا ده ممثلة شاطرة، واللي كمان جوزها مخرج وساعدها وقالوا ممثلة شاطرة، مع ان اي حد يقدر يأدي الدور بتاعها. الرجالة بقى في التمثيل مظلومة. يعني الفنان عماد زيادة بجد دوره في المسلسل عجبني. ياسين الألفي، بعتبر دور ياسين الألفي اكتشاف جديد، ربنا يوفقه. أما بقى الفنان كمال أبو ريا، زيي وزيك وزي أي حد، ساعات بيجي علينا وقت وبنبقى كارهين الروتين، مش عايزين حياتنا تبقى روتينية وكل يوم زي بعض. فجأة مشى كمال أبو ريا وساب ماجدة زكي وراح اتجوز. كمال أبو ريا طلب أكتر من مرة من ماجدة زكي إنها تسامحه. ماجدة كانت قايمة بكل اللي عليها فترة جوازهم، لكن للأسف هو ما كانش مقدر ده وقتها. لما انفصلوا عرف قيمتها. كمال قال بالتأكيد أنا غلطت في فترة من الفترات ومبعملش حساب حاجات كتير، كنت صغير وقتها وممكن أكون أخطأت في حقها في أشياء، وأتمنى إنها تسامحني وأولادي يسامحوني لأني بحبهم جدا. من الغلطات اللي كانت معروفة في الوسط إنه اتجوز في السر. فنانة مش هتخطر على بال حد فيكم، هي جميلة جدا، وتقريبا كل جيل السبعينات والثمانينات والتسعينات كمان بيحبوها. أيامها مثل معاها مسلسل وكانت لها توأم منه في المسلسل. لو تعرفوها ولا أقول لكم في آخر الفيديو هي مين. تعالوا بقى أحكي لكم قصة الفنانة اللي هي صاحبة 41 ظرف. فنانة هي شادية. بعد شادية أحكي لكم الفنان اللي حواراته كانت أغلبها فيك وعشان يضحكنا وبس. فنانة شادية في مسرحية ريا وسكينة الممثلين بياخدوا أجورهم في المسرحية كل 15 يوم، لكل ممثل ظرف خاص بيه، إلا شادية كانت الأعلى أجرا وبتاخد 41 ظرف، واحد مليان فلوس، وده أجرها عن دورها في المسرحية
و40 ظرف فاضي. الست شادية كانت بتاخد الفلوس من الظرف المليان اللي هو 41 ده، وتحطهم في الأظرف اللي هم 40 ظرف الفاضيين، وتمر على عمال المسرحية والكومبارس وتدي لكل واحد ظرف. ملفت بقى للنظر إن شادية مش بتستدعيهم ولا بتبعت لهم حد، لكن بتروح لهم بنفسها. مش غريبة على شادية اللي لما عرفت إن الممثلة سميحة توفيق الهبلة الحمارة بدوي، اللي كانت مشهورة بيها الكلمة ديت في المسرحية، الهبلة الحمارة بدوي، مريضة بالكبد، قعدت تصرف على علاجها مدة 30 سنة لغاية ما توفت في 2010. في بداية الثمانينات شادية عرفت إن الدكتور مصطفى محمود بيبني مركز طبي عند مسجده بشارع جامعة الدول العربية بالمهندسين. عملت إيه شادية؟ شادية اتبرعت بشقتها لبناء أول وحدة لاكتشاف مرض السرطان، وكانت الشقة عبارة عن 7 غرف. قيمتها وقتها كانت 150,000 جنيه، يعني أكتر من 10 مليون جنيه دلوقتي. شادية سكنت مع والدتها بعد ما باعت الشقة في شقة إيجار عند حديقة الحيوان بالجيزة، وكمان اتبرعت بأرض بتاعتها في حي الهرم لبناء مجمع طبي. شادية عرفت ما عندكم ينفذ وما عند الله باق. رحم الله شادية الإنسانة وأسكنها فسيح جنته. جه بقى للأستاذ الحوارات واللي حصل بينه وبين عبد الحليم، مع ان بينه وبين عبد الحليم 11 سنة. مفيد فوزي بيسأله انت في شبه بينك وبين عبد الحليم؟ قال والله الحقيقة هو كان صديقي، ده كان وجه الشبه الوحيد يعني. وانتوا اصدقاء كنتوا بتخرجوا بس زيارات بس؟ كنا بنخرج مع بعض، انا عدي عليه هو يعدي عليا. مرة عدى عليا كده وانا الحقيقة ما كنتش عارف انه جاي يعني، فكنت رايح فرح واحد صاحبي، فقلت له ما تيجي معايا يا عبد الحليم الفرح وتبقى مفاجأة، وانا عايزة اعمل مفاجأة لصاحبي يعني لما يلاقي عبد الحليم حافظ جاي الفرح بتاعه، طبعا ده شيء مبهج. فقال لي اوكي ماشي. خدته ورحنا فضربنا الجرس بتاع شقة صاحبي ده، دخلنا لقينا العروسة وما لقيناش العريس وما لقيتش حد في بس صلاح السعدني واتنين تلاتة كده. فبسأل العروسة بقول لها امال فين العريس؟ قالت لي في القسم، اتخانق مع بابا وماما وبعدين راحوا القسم. طبعا وقعت انا وعبد الحليم حافظ من الضحك يعني كده يعني، واستنينا العريس لغاية ما جه من القسم. فالعريس بيفتح الباب لقى عبد الحليم حافظ في وشه. أول ما شافه قال له عبد الحليم انت اتأخرت ليه؟ وكأنه يعني هو اللي ايه اللي جايب عبد الحليم حافظ علشان يغنيه. فبيراضي يعني قال لي راضي العروسة بقى ويعمل ان هو اللي جايب عبد الحليم حافظ. وانا سكت. اتمنى يكون الفيديو عجبكم، اتمنى يكون في تفاعل معايا ولايك للفيديو بعد اذنكم، واللي مش مشترك في قناتنا يشترك. وجزاكم الله كل خير. استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه. عشان المصداقية الفنانة اللي قالوا عنها جوزها كمال بريء هي نرمين الفقي.